بص يا معلم، مشكله نادي الزمالك السنه دي في الاداره ان هي ما قدرتش توفر للمدير الفني نفس عوامل النجاح بتاعت السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الزمالك لما خد الدوري كان متوفر عوامل نجاح للمدير الفني. اولا هم كانوا حامينه جدا، كانوا بيدعموه بشكل او باخر دايما. ما كانش حد بيقدر يتكلم على المدير الفني، وكان في مناخ صحي ومناخ يعني ينجح اي مدير فني. بالاضافه لان هو الراجل قدر يستغل القدرات اللي موجوده في لعيبته، ايا كانت محدوده كان عدد قليل، المهم ان الراجل قدر يستغل ده على عكس السنه دي. وكمان فرقت السنه اللي فاتت عن السنه دي ان المنافس التقليدي بتاعك كان بادئ يخش في حاله من الدوامه ويقع، فانت قدرت تستغل ده بان انت توفر الظروف الجيده للمدير الفني بتاعك، على عكس السنه دي انت المنافس بتاعك فايق، فانت ما قدرتش كاداره نادي انك تتعامل مع كل الظروف دي، ووقعت المدير الفني ودخلت في تخبطات ووقعت اللعيبه وبدات تبيع